حكايتنا النهاردة مرعبة شوية. تخيلوا معايا كده أم وأب يحبسوا بنتهم اللي ملهاش ذنب جوه الحيطة لمدة سنين، والبنت بيكون جواها رغبة انتقام منهم هما الاتنين. بس قبل ما احكيلكم الحكاية ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتدوسوا لايك، وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل حكاية جديدة. والحكاية بتبدأ بالطفل اللي اسمه بيتر، واللي بيكون ملوش أصحاب، وكل اللي في المدرسة بيتريقوا عليه، خصوصا الولد اللي اسمه براين اللي بيكون غيران منه بسبب ذكائه. ولما بيرجع بيتر من المدرسة بيقعد مع مامته وباباه، واللي واضح جدا قد ايه هما بيحبوه، وبيفضلوا معاه لحد ما يجي ميعاد النوم، وبيوصلوه كمان لحد باب اوضته وبيطمنوا عليه. وفجأة بيصحى بيتر على صوت بينادي عليه، وبيكون طالع من الحيطة، وبيتخض وبيخاف وبيجري على مامته ويصحيها وبيحكي لها على اللي حصل. فبتقوم معاه وبتحاول تسمع الصوت اللي بيقول عليه، لكن مش بتسمع حاجة. فبتقوله ان الصوت اللي انت سمعته ممكن تكون تهيؤات او حلم، وبتقنعه انه يكمل نوم. تاني يوم بيتر لما ركب باص المدرسة وهو رايح يقعد على الكرسي بتاعه، بيكعبله صاحبه براين اللي غيران منه وبيوقعه، بيخلي كل اصحابه يتريقوا عليه. لكن رغم كل ده بيتر ما اتكلمش وقعد على الكرسي بتاعه وهو زعلان. لما وصلوا الفصل المدير دخل عشان يعرفهم على المدرسة الجديدة واللي اسمها ديفاين. وبعد الحصة بيجي وقت الفسحة وكل الأطفال بتخرج، لكن ميس ديفاين بتلاحظ إن بيتر الوحيد اللي ما طلعش من الفصل، فبتفهم إنه ملوش أصحاب. وفجأة بيتر بيشوف عنكبوت على الديسك بتاعه، فبيخاف ويتخض، لكن هي بتطمنه وبتساعده يحطه على الورقة ويسيبه عند الشباك. لما بيرجع بيتر البيت بيسأل مامته وباباه عن اللبس اللي هيلبسه في عيد الهالوين، وبيطلب منهم يسيبوه يخرج زي باقي أصحابه لأن عمره ما خرج في الهالوين. لكن مامته بترفض، وباباه بيقوله إن كان في طفلة زمان خرجت في الهالوين واختفت، ومحدش يعرف هي راحت فين، عشان كده هم خايفين عليه ومش عايزينه يخرج. بالليل بيتر برضه وهو نايم سمع صوت بينادي عليه خارج من الحيطة، فمن الخضة بيصرخ وبينادي على باباه. فبيجيله وبيطمنه وبيقوله ان ده صوت فيران، وبياخده وبيجيبوا سم فيران. ولما بيشموا بيتر بيقوله ان ريحته زي ريحة القرفة. ورجعوا البيت، لكن بيتر كان زعلان عشان هيموتوا الفيران، لكن باباه قاله ان الفيران كائنات مؤذية ومزعجة وانهم لازم يموتوا عشان هو يعرف ينام بالليل. فبيقتنع بالكلام وبيسكت. تاني يوم في الفصل بيتر بيرسم ولد نايم في السرير ووراه حيطة سودا وبيطلب المساعدة. ولما ميس ديفاين شافت الرسمة استغربت وقررت انها تروح لبيتر البيت. ولما وصلت قابلت مامته وورتها الرسمة، لكن مامته بتطمنها وبتقفل الباب في وشها. لكن ميس ديفاين ما اطمنتش لان مامة بيتر كان باين عليها التوتر. بعدها بتدخل مامة بيتر اوضته وبتسأله على الرسمة، وبتلوم عليه انه بيطلب المساعدة من حد غريب، وكمان بتقوله ان خياله ده هيوقعه في مشاكل كتير هو مش قدها. ولما جه ميعاد النوم بالليل بيتر بيسمع صوت البنت تاني، ولما بيتخض هي بتطمنه وبيطلب بيتر منها انه يشوفها، لكن هي بتقوله ان شكلها وحش قوي لان بقالها كتير محبوسة. لكن هو بيقولها انه مش هيخاف منها، فبتقوله على فتحة في الحيطة ممكن يشوفها منها. ولما بيبص بيشوف عين حقيقية وبيتخض جدا وبيخاف. فبيسألها انت مين؟ بتقوله انها اخته واللي حبسها في الحيطة مامته وباباه. لما في عيد الهالوين صاحبتها شافتها طلبت منها تساعدها، لكن لما مامته شافتها قتلتها وحبستها في الحيطة من سنين. وبتقوله كمان انها كانت مستنية الوقت المناسب عشان تحكيله، وان مامته وباباه مش طيبين وبيحبوه زي ما هو متخيل. فبيتصدم بيتر من الكلام اللي سمعه. تاني يوم في المدرسة كانوا بيرسموا على اليقطين اللي معروف زراعته في الهالوين. ولما ميس ديفاين بتشوف رسمة بيتر بتعجب بيها وبتقوله ان رسمته حلوة قوي، وده اللي خلى براين اللي معاه في المدرسة يتغاظ منه ويستناه بعد المدرسة ويكسر اليقطينة بتاعته. وده اللي خلى بيتر يزعل وينهار ويفضل يعيط طول الليل. وفجأة بيسمع بيتر نفس الصوت اللي طالع من الحيطة، وبتسأله عن اللي مزعله، وبتقوله انه لو مش عايز يتكلم معاها هتسيبه وتمشي. لكن هو بيقولها انه عايز يتكلم معاها وبيحكي لها عن اللي حصل معاه في المدرسة. فبتقوله انه لازم يجيب حقه من براين ولازم يحسسه انه اقوى منه. فبيوافق بيتر. وتاني يوم في المدرسة كلام البنت بيفضل في دماغ بيتر، لكن بيتفاجئ بصاحبه هو جايب له يقطينة بدل اللي كسرها. لكن بيتر بيكون جواه رغبة في الانتقام، وبيفضل مراقب براين لحد ما بيشوفه واقف عند السلم وبيزقه فبيكسر له رجليه. بيتر اول ما بيشوف كده بيتصدم لان عمره ما كان كده، وبعدها بيتم فصله من المدرسة. لما بيرجع البيت باباه بيزعق له على اللي عمله وكمان على الرسمة اللي رسمها، وساعتها بيقرر انه يحبسه في المخزن اللي في البيت. بيتر كان خايف جدا عشان اول مرة باباه يعمل فيه كده، وبيفضل بيتر ينادي على اخته لكن محدش بيرد عليه. ميس ديفاين كانت بتصحح ورق الامتحان، ولما جت ورقة بيتر قررت انها تكتب له رقمها عشان يكلمها لو احتاجها، وراحت البيت عشان تدي لمامته وباباه الورقة وكمان عشان تطمن عليه.
فبابا بيدخلها البيت عشان ما تحسش ان في حاجه مش مظبوطه، لكن مامة بيتر كانت بتبصلها بصات غريبه. وفجاه بيتر بيسمع صوت مدرسته فبينده عليها، لكن للاسف بتشتغل الغساله وصوتها بيغطي على صوته. والمدرسه بتطلب تاني من مامة بيتر انها تشوفه، لكنها بتتعصب عليها وبتقول لها ان من الذوق لما حد يقرر يزور حد يبلغه الاول، مش يجي كده من غير ميعاد. فبتتضايق ميس ديفاين وبتقرر انها تمشي، لكن فجأة بتقف الغسالة وبتسمع خبط، فبتسألها عن مصدره، لكن بابا بيقول لها ان ده صوت الغسالة، وبترجع الغسالة تشتغل تاني فبتصدق ديفاين وبتمشي. بالليل بتنزل مامة بيتر المخزن وهي معاها كيكة، وبتقوله انهم هيخرجوه وانهم عملوا معاه كده عشان خايفين عليه. ولما بيرجع بيتر اوضته بيتكلم مع اخته وبتقوله انهم كانوا بيحبسوها زي ما حبسوه، وانهم هيعملوا فيه زي ما عملوا فيها، وانها هتثبت له انهم مش طيبين زي ما قالوا له. وكمان بتعرفه مكان جثة صاحبتها اللي مدفونة في الجنينة. فبيقرر بيتر انه لازم يتأكد من الكلام اللي قالته، فبيستغل ان مامته مشغولة وبيجري يحفر في الجنينة. وبنشوف مامته وهي بتزق الساعة ومعاها ازازة مية، وشكلها فعلا حابسة حد في الحيطة. لكن لما بتشوف باب الأوضة بتاع بيتر مفتوح فبتجري عشان تدور عليه، فبيحس بيها بيتر اللي في نفس الوقت شاف جمجمة صغيرة مدفونة، فبيردم عليها التراب تاني بسرعة. وساعتها بيتأكد من كلام أخته إنه صح، ولما مامته بتشوفه بيقنعها إنه بيرسم على اليقطين. بعدها بيدخل أوضته وبيقعد جنب الحيطة اللي فيها أخته، وبيوعدها إنه هيخرجها. فبتسأله إزاي هتعمل كده، فبيقولها إنه هيفكر. في نفس اللحظة بيشوف رقم ميس ديفاين على الورقة، فبيقرر إنه يكلمها. وفجأة مامته بتشوفه وبتسأله هو بيعمل إيه، فبيقفل السكة بسرعة. لكن ميس ديفاين اتصلت عليه تاني وردت عليها مامته، وقالت لها إنه بيتصل عشان يسلم عليها وتقفل المكالمة. بعدها بتتعصب على بيتر وبتدخله الأوضة وبتسأله هو بيعمل كده ليه، فبيفاجئها لما بيقول لها إنها سبب في أذية أخته، وبيحكي لها عن اللي عرفه. وساعتها بتتصدم مامته وبتفضل تقرب من الحيطة زي المجنونة لحد ما بتسمع الصوت وبتشوف الحفرة وبتعرف إنها كلمته، فبتتعصب أكتر وتحبسه لحد ما يجي باباه ويتصرف معاه. وبتتكلم معاه اللي محبوسة في الحيطة وبتقوله إنهم هيعملوا فيه زي ما عملوا فيها عشان كشفهم. وبيتر ما كانش عارف يعمل إيه، وبيحاول يسمع مامته وباباه بيقولوا ايه، واللي كان باين انهم بيتفقوا على حاجه. بيتر كان خايف وقلقان، وتاني يوم كان عيد الهالوين وكانوا قاعدين يتعشوا مع بعض، لكن باباه بيحس بطعم غريب في الاكل، فبيسأل مامته لو غيرت حاجة في الوصفة، فبتقوله انها ما غيرتش حاجة. فبيستغربوا وبيقعدوا يشموا هما الاتنين في الاكل لحد ما بيشموا ريحة قرفة، وبيعرفوا ان دي ريحة سم الفيران. فبيتصدم باباه وبيطلب من مامة بيتر انها تتصل بالمستشفى، لكن بتلاقي سلك التليفون مقطوع. وفجأة باباه بيرجع وبيتوجع لحد ما بيموت. بعدها مامة بيتر بتمسك سكينة وبتجري ورا بيتر عشان تقتله، لكن هو بيجري بسرعة وهي بتتكعبل على السلم والسكينة بتدخل فيها. بس قبل ما تموت بتطلب من بيتر ما يسمعش كلامها ويخرجها، لكن هو ما بيسمعش الكلام وبياخد المفتاح وبيفتح الباب السري اللي ورا الساعة. وفجأة بتظهر واحدة مخيفة وبتضحك ضحكة شريرة، فبيخاف بيتر وبيجري على اوضته ويقفل الباب. وفجأة صوت الطفلة اللي كان بيكلمه بيتحول لواحدة صوتها مخيف، شعرها وضوافرها طوال جدا، وبتقول لبيتر انها اتولدت مشوهة عشان كده حبسوها في الحيطة، وانهم كانوا فرحانين بيه ويحبوها اكتر منه، وعشان كده هي اتعلمت العض والزحف عشان لما تخرج تنتقم منهم كلهم، وهو ساعدها لما خرجها. وفجأة بنشوف براين واخواته عند بيت بيتر، وكانوا جايين عشان ينتقموا منه بعد اللي عمله في براين. ولما دخلوا البيت شافوا الدم في كل مكان، لكن محدش فيهم اتأثر ولا اهتم، وكانوا عمالين يدوروا عليه. وفجأة بتظهر أخت بيتر وبتهجم عليهم وبتقتلهم واحد ورا التاني، ومحدش فيهم قدر عليها. بيتر من اللي شافه خاف واستخبى تحت السرير، لكن فجأة بيشوف أخته بشكلها المخيف وشعرها الطويل، وهي بتقرب عليه وعايزة تحبسه في نفس المكان اللي هي كانت محبوسة فيه. في نفس الوقت وصلت ميس ديفاين اللي كانت عايزة تطمن على بيتر، ولما وصلت ولقت الباب مفتوح دخلت وفضلت تنادي على بيتر، لكن ما كانش حد بيرد. وفجأة بتقرر انها تتصل بالبوليس، وقبل ما تتصل شافت شعر بيتحرك قدامها فمشيت وراه. وفجأة بتظهر لها أخت بيتر وبتحاول تهجم عليها، لكن هي بتهرب منها وبتستخبى في أوضة بيتر. ولما بتدخل بتسمعه وهو بيقول لها تهرب، ولما بتسأله عن الكائن اللي شافته بيقول لها إن دي أخته اللي محبوسة في الحيطة من سنين. فبتقفل الباب بالمفتاح وبتحاول تكسر الحيطة وتنقذه، وفعلا بتقدر تعمل كده. ولما بيهربوا وبيوصلوا عند باب البيت على آخر لحظة بتظهر أخت بيتر وبتزق ديفاين بره وبتقفل الباب وبتاخد بيتر تاني وتحبسه، لكن ديفاين مش بتقدر تمشي وتسيبه، فبتقرر إنها تنقذه. فبتدخل البيت تاني بالراحة، ولما وصلت للمكان اللي فيه بيتر قبل ما تنقذه اخت بيتر بتهجم عليها، لكن بيتر قدر يطلع من الحفره وشدها من شعرها، وبتضربها ديفاين بالعصايه وبتوقعها في الحفره وبيقفلوا عليها وبتتحبس. فبتضحك اخت بيتر ضحكه شريره وبتقوله انه مستحيل يتخلص منها، وان هو هيشوفها ويسمعها كتير في كل مره يغمض فيها عينه او يقعد لوحده في اوضه ضلمه، واي حاجه هتحصل له هتكون هي السبب فيها. وحكايتنا خلصت. لو لحد هنا لسه مكملين فحقيقي كنتم منورين، واستنوني في حكايه فيلم جديد، وكل حكايه احلى من اللي قبلها.